اكتر الادعية اللي بجد اثرت في حياتي جدا وعملت نقلة كده في حياتي، الحمد لله بجد بحمد ربنا عليها. الذكرين اللي هقولهم في الفيديو دول مهمين جدا جدا، وبجد يعني خليكي على يقين ان هم هيشقلبوا حياتك، فهيشقلبوا حياتك حرفيا. صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. ايه ما شفتوا كده من عنوان الفيديو النهارده هقول لكم على ذكرين اثروا جدا في حياتي، عملوا نقلة كده في حياتي ما شاء الله. يعني اكلمكم على كل واحد واقول لكم القصة بتاعته كانت ايه وحصلت ايه في حياتي وايه اللي اتغير في حياتي بالظبط. بس قبل ما نبتدي الفيديو نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وشكرا جدا جدا على رد فعلكم على الفيديو بتاع الصلاة على النبي، بجد مبسوطة جدا جدا ان هو اثر فيكم وان هو عجبكم. ان شاء الله مش اخر فيديو، هكلمكم عن حاجات حصلت في حياتي، اذكار بقى، قرآن، حاجات كتيرة قوي، بجد قصص حلوة قوي هتعجبكم وان شاء الله هتستفادوا منها. اول حاجة هكلمكم على اول ذكر، وهو يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. الذكر ده انا فاكره ان انا كنت بقوله كتير جدا جدا قبل ما ربنا يكرمني بالعمره، وعايزه اقول لكم ان انا كنت بقوله بيقين، مش بيقين اللي هو يقين الانبياء بقى والافوره دي، لا مش كده، اكيد ما كنتش واصله للمرحله دي، بس كنت متاثره نفسيا اول فتره دي، تعبانه، حاسه ان انا خلاص هي مقفله من كل اتجاه، مفيش غيرك يا رب، انت اللي هتحلها لي، انت اللي هتريحني نفسيا، انت اللي هتعالج كل المشاكل اللي جوايا دي، أنا مش هلجأ لحد غيرك. فعارفين انتوا الاحساس ان انتوا بتقولوا الذكر او بتقولوا الكلام من قلبكم قوي، لدرجة ان انتوا وانتوا بتقولوا الذكر او الدعاء ده بتحسوا ان يعني قلبكم بيتعصر كده، انتوا حاسين بكل حرف، حاسين بكل كلمة بتتقال في الذكر. ده فعلا اللي حصل معايا بالظبط في الذكر اللي هو بتاع يا حي يا قيوم. كنت بقوله وانا بصلي، كنت بقوله بعد الصلاة، كنت بقوله كل ما احس ان قلبي وجعني، كنت بقوله يعني بحضور قوي، وحاسه قلبي يعني حاسس بكل حرف وبكل كلمه، لدرجة ان انا زي ما بقول لكم كده حاسة بقلبي، يعني حاسة بجوايا عامل ازاي وانا بقول الكلمة دي. باجي عند برحمتك استغيث وبحس ان انا يعني من جوايا مكسر، اللي هو انا ماليش غيرك، بجد انت اللي هتطلعني من كل اللي انا فيه ده. الجماعه الذكر ما بيتقال بحضور او بيتقال مثلا يعني وقلبك كده حاسه قوي، بجد بيفرق قوي قوي، بحس ان هو بيوصل اسرع بكتير من ما بنقعد نردد ذكر كده اللي هو استغفر الله استغفر الله استغفر الله كده كاننا بغبغانات، يعني سوري. حاولوا ان انتوا تقولوا اي ذكر ايا كان بقى اللي انا بقول لكم عليه ده، او اي ذكر، يعني حسوا الحاجه، حسوا الكلام قوي وانتوا بتقولوه، استشعروا كل حاجة انتوا بتقولوها، وان شاء الله ربنا يتقبل. يعني ده اكتر ذكر كنت مداومة عليه، هو الصلاة على النبي قبل العمرة، وكنت بقوله وانا يعني مش قادرة اقول لكم انا دلوقتي الشعور وصل لي، وافتكرت اللقطة بالظبط، يعني ساعتها كنت عاملة ازاي. كانت حاجة مؤثرة جدا الصراحة. يعني ايام كانت صعبة جدا جدا، وسبحان الله سبحان الله العمرة اتيسرت لي من حيث لا احتسب، ما دفعتش فيها مليم، ما عملتش فيها مجهود خالص، وربنا يكرمني بيها تاني وتالت ورابع، وان شاء الله انتوا كمان ربنا يكرمكم بيها ان شاء الله، واي حاجة نفسكم فيها ربنا يحققها لكم. الذكر بتاع يا حي يا قيوم ده فاكرة برضو ان حصل اني كنت مخنوقة برضو في مرة، وقاعدة بعد المغرب تقريبا، بحب اقعد كده في البلكونة استجم كده مع نفسي، قعدت برضو اقول الذكر ده وانا عمالة اعيط، مخنوقة جدا، حاسة بضيقة ان انا برضو يعني انا ماليش غيرك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، وابص للسما واعيط. بحب جدا قعدة البلكونة الصبح بدري يا اما بالليل، يعني الوقتين دول بحبهم جدا جدا، بحس ان هما بيغسلوكي من جواكي كده. بس قعدت اعيط اليوم ده جامد قوي، وقعدت اعيط وابص للسما واقول الذكر ده كتير قوي من قلبي برضو، بس قلبي واجعني مش قادره، اللي هو بقى انا ماليش غيرك يا رب، واقول الذكر ده كتير قوي 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 لحد ما حسيت ان انا ارتحت كده. سبحان الله سبحان الله. هو والذكر التاني اللي هقول لكم عليه بعد ده على طول، الاتنين دول كنت قلتهم اليوم ده كتير قوي قوي قوي. سبحان الله، يعني حصلت حاجه كان نفسي فيها في الحوار بتاع الشغل بتاعي والفيديوز وتصوير الحاجات دي كلها، ان انا كان نفسي ان يبقى فيه يعني زي ايه،
يعني تقدم كده، ان انا احس ان انا عملت حاجة جديدة، احس ان انا اتقدمت، احس ان المشاهدات بقت احسن، احس الناس شافتني حبتني. الكلام ده كله طبعا اي صانع محتوى هيبقى فاهم انا بتكلم في ايه، ان انت بقالك سنين بتشتغلي على الفيديوز بتاعتك، على المحتوى بتاعك، بتحاولي تطوري من نفسك، بتتعلمي لوحدك كل حاجة، بادية من الصفر خالص خالص. انا كنت بادية يا جماعة بايدي، بصور بايدي، وشي ما كانش بيبان اصلا. لو رجعتوا الفيديوز القديمة الشورت هنا على اليوتيوب هتشوفوا الفيديوز، وانا كنت بادية يوتيوب بس اصلا. رحت للتيك توك ورحت الانستجرام، يعني حصلت بقى ما شاء الله، لقيت بقى في كده ناس ابتدت تكلمني في شغل والناس ابتدت تعرفني، الكومنتات، الفيوز، الحاجات دي حسيت ان هي لا، في فرق، في نقلة جديدة حصلت ما شاء الله. دي حاجة برضو من الحاجات اللي حسيت ان هي دعاء يا حي يا قيوم فرقت قوي قوي قوي. ربنا مش شرط ان انت تحطي لربنا رولز، يعني حضرتك انت مش بتحطي له رولز، هو اللي يحط لنا كل حاجه واحنا اللي نمشي تحت امره. مش شرط تقعدي تشرطي على ربنا، انا عايزه اتجوز، انا عايزه دلوقتي مش عارف ايه، انا عايزه دلوقتي ايه. بلاش شغل الكيدز اللي احنا بنعمله مع ربنا ده. ربنا عالم انت دلوقتي حالا محتاجه ايه. فهو زي ما انا حصل معايا كده، انا كنت بدعي، انا تعبانه، انا عايزه ابقى مرتاحه نفسيا، ابقى كويسه. سبحان الله ربنا عارف ان حاجه زي نقله الشغل ديت، او ان هو يطورني في شغلي، او ان الناس تبتدي تعرفني وتحبني، دي حاجه هتفرحني، فربنا بعتها لي في الوقت المناسب. فما تستعجلوش اي حاجه يا جماعه، ولا جواز ولا شغل ولا اي حاجه، انتوا سلموا امركم لربنا، اعملوا اللي عليكم، ادعوا وصلوا، اعملوا كل الحاجات اللي ربنا امرنا بيها، وربنا هيكرمكم بكل الخير. الذكر التاني وهو آية في سورة آل عمران تقريبا. برضو هشوف لو المعلومة صحيحة هنزل الحتة دي، لو غلط هشيلها. الآية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الآية ديت انا شفتها برضو صدفة، يعني كل الحاجات دي انا بشوفها صدف كده على النت، وانا مثلا بسكرول كده قاعدة فاضية، وسبحان الله سبحان الله حسيت ان هي علقت معايا كده وحفظتها. هي سهلة جدا، انت مجرد ما تكرريها كام مرة كده هتحسي ان خلاص ان هي بقت ايه في لسانك عادي جدا. هي دي او الذكر ده بجد يا جماعة سحر 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 في حوار الرزق ده، خطيرة. يعني مش قادرة اقول لكم، دي مش هقول لكم روحوا جربوا يا جماعة، مفيش حاجة اسمها هنجرب مع ربنا، لا. اي حاجة يعني في القرآن، في الرسول قال لنا عليها ذكر، اي حاجة من الحاجات دي مفيش حاجة اسمها هروح اجربها، انا سمعتها فيديو هروح اجرب كده اشوف هتعمل ايه. لا، روحي اعملي وانت على يقين ان ربنا هيكرمك، ان ربنا هيوسع رزقك، ان ربنا هيبعت لك حاجات حلوة كتير. الآية دي بس مش للرزق يا جماعة، يعني أنا سمعت برضو فيديوز لناس تانية كتير ان هي ربنا بيكرمها في حاجات تانية، في زواج، في رزق، في ربنا بيبعت لها البيت اللي كان نفسها فيه، حاجات كتيرة كده. فقلت برضو ان انا اقول لكم على الموضوع دوت واثقة، يعني ناس انا عارفاها ومتابعاها وكده، وناس نحسبهم على خير يعني. المهم هحاول ان انا برضو اسيب لكم الآية ديت على الشاشة عشان لو حابين تاخدوها سكرين شوت، هي والذكر الاولاني. هحكي لكم برضو موقف بمناسبة الذكر ده. انا في اليوم اللي انا حكيت لكم عليه، ان انا كنت قاعدة بعد المغرب كده في البلكونة ومتضايقة، وقعدت اقول يا حي يا قيوم، وكنت تعبانة جدا اليوم ده. كنت بقول برضو الذكر او الآية دي بتاعت كل اللي هم مالك الملك، تمام. وبرضو قلتها كتير. يا جماعة انا ما بحبش اقول بعدد، عشان في ناس كتيرة سألتني على حوار الصلاة على النبي، انا ما بحبش اقول بعدد. الاول كنت بمسك السبحة وبقعد اصلي على النبي كده بعدد، بس حسيت ان هو انا مرتاحه اكتر وانا بقولها كده، يعني مرتاحه وانا رايحه جايه في البيت بقولها، بنظف بقولها، ماشيه في الشارع فاضيه ببقى مبسوطه ان انا ماشيه فاضيه في الشارع، مش عايزه اشغل دماغي بحاجه، عايزه افضل لساني اخد حسنات طول ما انا ماشيه. اعملوا كده يا جماعه بجد، انتوا لو ادمنتوا الذكر عامه بجد، انا مش عايزه اقول لكم انتوا حياتكم هتختلف ازاي بجد. المهم اليوم ده انا قعدت اقول الذكرين اللي بقول لكم عليهم، وكل اللي هم مالك الملك بدون عدد، قعدت اقولهم كده. وسبحان الله سبحان الله حصل موقف غريب كده، ان انا دخلت على ريل كده بتاع بنوتة بتعمل يعني فيديوهات عن سكين كير والحاجات اللي انا بحبها وبعمل عنها برضو. بعدين لقيتها ان هي عاملة فيديو عن سكين كير كوري وكده، فقعدت اتفرج وجايلها بقى هدية وكده، فكنت مبسوطة وانا بتفرج على الفيديو كده، قعدت ادعي لها. وخلي لسانكم حلو يا جماعة، ان انتوا لما تشوفوا حاجة حلوة عند حد ادعوا له وقولوا يعني ربنا يبارك له في الحاجة دي ويرزقني مثلها او احسن منها كمان، يعني انتي وضميرك.
اتفرجت على الفيديو، بنوتة لذيذة قوي ما شاء الله عليها. اتفرجت على الفيديو وبسطت ان هي جالها جفت حلوة من كوريا ومش عارف ايه وبتاع، وخلاص يعني دخلت على البيج اللي هي الكوري دي. وعادي ان انا كصانعة محتوى مثلا لسه في الاول ان انا ببقى عامله لنفسي كده زي سي في كده، تمام، من على شات جي بي تي عادي، واكتب مثلا انا كذا كذا بعمل محتوى عن كذا كذا، عندي سوشيال ميديا كذا كذا. وباخدها كوبي بيست ببعتها ايه للشركات اللي هي ايه مثلا زي الكورية، شركات كبيرة مثلا مصرية او كده، مبدئيا ان انا ايه افتح معاهم مجال شغل، وان انا ايه الناس تبتدي ايه تعرفني والكلام ده كله. فكنت لسه برضو متعلمة الحتة دي جديد سبحان الله. توفيق من ربنا بجد يا جماعة، بجد احنا من غير ربنا ولا حاجة. قمت داخلة على المنشن، هي عاملة منشن للصفحة اللي هي البيج الكوري او البراند الكوري ديت. دخلت عليها، دخلت على المسجات عشان ابعت لهم السي في بتاعي او اللي هو الملخص عني انا مين وكده يعني. لقيتهم بعتين لي رسالة من شهر او اكتر، وهم اللي عايزين يتعاونوا اصلا معايا. فانا مش قادرة اقول لكم رد فعلي كان عامل ازاي ساعتها. الانبهار اللي انا كنت فيه. عارفين انتوا المسجات اللي هي بتيجي سبام ديت اللي هي مش بتوصل لكم وانتوا بالصدفه كده بتخشوا بتلاقوها، هي دي هي الرساله لقيتها كده ولا هيدن اللي هي ما تبقاش ظاهره لي. سبحانك يا رب، انا شفت المسج من هنا انهارت من السعاده طبعا. اللي هو ايه ده، يا سبحان الله يا رب، سبحان الله على القدر وعلى توفيقك يا رب. اللي هو كمان يعني انا لسه بقول وبدعي لها ومبسوطه مبسوطه بجد، وانا مستمتعه وانا بتفرج على الفيديو بجد، وبتمنى لها كل خير والدنيا جميله. اللي هو ايه ده، انا ممكن يجي لي جفته حلوه كده في يوم من الايام. سبحانك يا رب، لقيتهم هما اللي بعتلي. قريت المسج ما بقتش مصدقه، قلت يا رب يعني ده بقالها كمان شهر او اكتر، يعني ممكن ان انا لو اتاخرت في الرد ممكن ما يردوش عليا ولا ايه. بقيت متضايقه خايفه ان هما ما يردوش عليا او تكون الفرصه خلاص اتلغت او كده. قمت بعت لهم مسج ورديت عليهم طبعا في ساعتها، وقلت لهم طبعا ده اكيد وانا هبقى مبسوطه جدا للتعاون ما بيننا وكده والكلام الحلو ده كله. لقيتها ردت عليا بس مش في ساعتها، تقريبا بعدها بشويه او بعدها بيوم حاجه كده، وقالت لي اوكي وتمام وعنوانك وبياناتك والحركات دي كلها. انا ما بقتش مصدقه، يعني اللي هو ايه يا رب يا رب، انا مش عارفه اعمل ايه والله. يعني لقطه بسيطه كده انت ممكن تكونوا شايفينها بسيطه، ممكن تكونوا شايفينها حاجه تافهه اصلا، بس ترتيبات ربنا يا جماعه غير ترتيبات ربنا. عارف انت محتاجه في الوقت ده تفرحي في ايه بالظبط، ان انا لو بعت لها الحاجه دي دلوقتي هتفرح بيها اكتر ممكن من حاجه تانية كبيره هي عايزاها. هي محتاجه الحاجه دي في الوقت المناسب ده. مش قادره اقول لكم الموقف ده كان مؤثر فيا ازاي، وعمري ما هنساه بجد. يعني كانت حاجه كده جميله قوي قوي قوي، وجت في وقتها فعلا الصح. ما تستعجلوش خالص خالص اقدار ربنا يا جماعه، ربنا حكيم جدا 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 فوق الوصف. ربنا عارف رحاب محتاجه ايه دلوقتي هبعتهولها عشان يفرحها، محتاجه ايه بعد شهر، محتاجه ايه بعد سنه، محتاجه دلوقتي تتعلم درس ايه بالظبط هعلمهولها. الابتلاءات اللي بتجيلنا يا جماعه في حياتنا اوعوا تزعلوا منها، افهموا كويس قوي ان ده اختبار من ربنا. ربنا عايز يعلمنا حاجه معينه، ربنا خرج الناس دي من حياتنا علشان دول مش مناسبين لنا اصلا، احنا نستاهل الاحسن. ربنا مش بيعمل حاجه هباء كده، كل حاجه مقدره، كل حاجه مدروسه فوق الوصف. الذكرين دول عليكم بيهم يا جماعة لأي حاجة انتوا عايزينها في الحياة، زواج، رزق، شغل، بيت جديد، أي حاجة. قولوا كل الأذكار ديت من قلبكم قوي قوي قوي، وهتشوفوا النقلة أو الحاجة الجميلة قوي اللي هتحصل في حياتكم الفترة اللي جاية. يا رب ما كنتش طولت عليكم، حاسة ان انا رغيت كتير قوي. دول كده ذكرين حبيت ان انا ادهم لكم هدية زي ما انا خدتهم هدية من ناس تانية، ربنا يجزيهم خير. منساش نشير في الخير علشان ربنا يكرمنا كده ويوسع علينا، وزي ما بنتمنى الخير لنفسنا ونتمنى لغيرنا هيلف يلف ويرجع لنا في الاخر. ما ننساش برضو اللايك وكومنت الجميل وفولو لو مش عاملين لي فولو، ولسه في قصص تانية كتيرة. وان شاء الله باذن الله الفيديو اللي بعد ده على طول هيبقى لسورة البقرة. عارفة ان في ناس كتيرة جدا جدا بتحبها، ناس كتير عندها اسئلة كتير قوي على سورة البقرة. فان شاء الله باذن الله اظبط الفيديو ده في اقرب وقت واجيلكوا بيه. اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.